قصتنا ديال اليوم قصه حقيقيه غنبدا لكم من واحد البلان وقع في مفترق الطرق بين طريق 61 وطريق 49 اللي كاينه في واحد القريه في ميريكان وسميتو الكروس رود. هاد البلاصه اللي كتبان لكم غيكون جالس فيها شاب سميتو روبرت جونسون كيعزف على الجيتار وكيبكي في نص الليل. الدنيا خاويه وهو كيعزف وكيبكي بواحد العزف كيبرزط وكيضر في الودنين وكيغني بصوت عالي اغنيه ديال فن البلوز اللي يلاه بان في ميريكان، وكانوا الكلمات كيعبروا على الحزن والمعاناه. حتى غيجي عنده واحد الشخص لابس الكحل وغيعيط ليه بسميتو، الشيء اللي غيخليه يحبس الغنى يشوف شكون. حد ديك البلاصه خاويه وما كيدوزش منها بنادم، حتى كيشوف شخص ما كيعرفوش ومع الظلام والملامح ديالو ما واضحينش بلا مقدمات غيقول ليه تعطلتي بزاف وغياخذ من عنده الجيتار وغيبدا داك الشخص يعزف عزف من عالم اخر بواحد التقنيات عمر روبرت سمعهم في حياته. ومن بعد غيهضروا بجوج وغيتسالموا وغيديروا تشيفا وغيمشي داك الشخص. وفي ديك اللحظه دار روبرت جونسون وهو كيشوف داك الشخص غادي كيشوف ليه في رجليه كيلقاو ماشي ديال بنادم ولكن ديال المعزه. فعلاش كان روبرت جونسون كيبكي في نص الليل بوحدو في ديك الطريق؟ وشنو قال ليه الشيطان وعلاش اتفقوا؟ وشنو السر اللي قال روبرت لمو قبل الموت ديالو؟ هادشي كامل غنعرفوه في القصه، ولكن قبل الا كنتي اول مره غتفرج في قصه من قصص بيكاسو دير متابعه لقناتي المتواضعه ومرحبا بك في العائله وانا لك من الشاكرين. غنرجعوا بالزمن اللور ل 1911 وبالضبط في ولايه ميسيسيب الامريكيه. غيتزاد ولد صغير افريقي الاصل عند عائله كتعيش التخت ديال الفقر. كبر ولد عادي بحالو بحال كاع الدراري، لكن عنده طموح كبير مقارنه بالواقع ديالو، باغي يولي ملك موسيقى البلوز اللي كانت مشهوره في ميريكان في ديك الوقت. ولكن المشكل انه ما تيعرفش يعزف الجيتار وصوته ما مساعدوش، غير كيخربق. جمع شويه ديال الفلوس وشرا جيتار وبقى كيدور في القريه فين ساكن كيعزف وكيغني، والناس ديال ديك القريه اللي كيتلاقاه كيدور معاه ماشي حيتاش كيطربوا ولا كيبهروا بشي معزوفه، العكس كيصمك ليه ودنيه. حتى كيجي شي حد تيقول ليه هاك شد غاسير ما تبقاش تدور بينا هنا. روبرت واخا التنمر ديال عباد الله وصحابو اللي كيتنمروا عليه حيت غا كيجبد الجيتار كل واحد كيشد الطريق بحال جات شي عاصفه وشتاتهم، ولكن كانوا كاع الظروف ضده. ايوا السيد كيحس براسو بحال كيعوم في شي واد كيدرع ضد التيار، ما حدو كيدرع وهو كيرجع للور. عياو معاه واسي روبرت بركه من الحماق ديالك، سير حط هاد الخشبه ودبر على خدمه عاول العائله ونسى عليك هاد التخربيق. اش هاد الشوهه داير في راسك؟ كان ديما تيرفض وتقول لهم والو هاد الجيتار منو ما نخلق. دابا المشكل هاد روبرت زيادة على الظروف المكحطه ماشي ظالمينو الناس، راه حتى الموهبه ما عندوش باش يموتيفي شي واحد مثلا يقول ليه سير راه كمل راك غادي. فين غادي؟ فين هو غادي؟ فين هو غادي؟ حنا القراب ليك كتبدا تغني كتجيب لينا الفقصه على من الله البراني وانت باغي تولي مالك ديال الموسيقى البلوز. ايوا روبرت كمل في بالو وفاش وصل ل 16 عام ولا كيمشي للبيران تيقنع مواليهم باللي راه مغني ديال الموسيقى البلوز باش يخدموه، وغير كيخدم الليله الاولى الثانيه كيجي عنده مول البار تيقول ليه سير اخويا بحالك، الكليان كاع هربتيهم وكيجري عليه. وبقى على هذا الحال نهار يومين في كولابار وكيجريو عليه. كيمشي لبار اخر والو ما كاينش رجع اللور عند روبرت، ومن بعد بزاف ديال الرفض والتنمر غيجي واحد النهار عند واحد مول البار وغيقول ليه السلام انا واحد الفنان ديال البلوز موهبه ضائعه، الا بغيتي نخدم معاك ونبقى نغني انا موجود. قال ليه مول البار مرحبا، خاصني الصراحه شي حد ينشط ليا الكليان. قال ليه روبرت هو انا علاش كتقلب؟ غنجي في الليل غنرونا كاع الكليان ديال البيران اللي منافسين معاك غيوليو يجيو عندك. قال ليه مول البار صافي مرحبا وفي الليله جي وغنتهلا فيك الا درتي هذا الشيء هذا. روبرت مشى لبس احسن حوايج عنده وبقى كيتدرب على احسن الاغاني اللي كتبهم ولحنهم من راسو وبقى تيموتيفي راسو. هذه هي الفرصه العمر، هذا البار معروف خصني نبين احسن ما عندي وهنا غنبدا المسيره ديالي. رجع في الليل في الوقت اللي دار معاه السيد ووقف قدام الكليان السكريه بين قوسين ضعيفوا للجميع، هو يبدا يعزف وكيغني. مول البار تيقول مع راسو واقيلا كيضحك معانا هو هذا الكونسيبت ديالو. كيبدا مخربق وكيكمل مزيان ومن بعد غير هو انا كيما قال لي بقى كيخربق ومصدع عباد الله حتى سالات الاغنيه وبدا في وحده اخرى كثر منا في التخربيق. شويه بداو السكيري كيشيروا عليه بالقراعي وصافي غاسكت حنا هربانين من الواقع نفقدوها في هذا البار وانت باغي تجعرنا. مول البار تا وقفوا وقال لي حبس وجرى عليه بواحد الطريقه خايبه. وفي هذه اللحظه روبرت وصل لاعلى مراحل الفشل. كانت هذه الواقعه بحال ديك القطره اللي فيدات الكاس. خرج من ذاك البار وغبر ليه الاثار في مره كيسولوا عليه عائلته فين مشى حتى واحد ما عرف، وتا الجيران ما بقاوش كيسمعوا صداعو وتفاجئوا لدرجه داروه البوليس في القائمه ديال المختفين في ظروف غامضه. اجيو نعرفوا فين مشى روبرت ديك الساعه.
بقى غادي على رجليه بدون وجهه، ما عارفش فين غادي وما باغيش يرجع لدارو حيت صافي ما بقاش عنده الوجه وهز الرايه البيضاء. من هضرات الناس عليه وتعاملهم معاه حتى وصل المفترق 4 ديال الطرقان، جلس وسطهم وبقى كيعزف المعزوفات الحزينه ديالو حتى جا عنده فجأة الشيطان بصفة راجل لابس الكحل وشد من عنده الجيتار وبدا كيعزف. وغير سمع روبرت ديك المعزوفه بقى غا حال فمو. الطريقه ديال العزف ما يقدرش انسان يديرها، تقنيات مازال ما وصلش لهم بنادم في ذاك العصر. وفسال الشيطان المعزوفه عطاه الجيتار وقال ليه غندير انا وياك اتفاق. قال ليه روبرت وهو مصدوم من طريقه العزف ومخلوع من هذا الشخص اللي ما كيعرفوش. اييه مرحبا. قال ليه الشيطان هاد الطريقه اللي عزفت بها غتولي تعزف بها انت وغتولي مالك ديال الموسيقى البلوز في هذا العصر، ولكن غتعطيني مقابل. اييه شنو هو هذا المقابل؟ قال ليه غادي تبيع لي روحك بصفه نهائيه وما فيهاش الرجوع. في هذه اللحظه روبرت جونسون كان باغي اي حبل تمد ليه يشد فيه، ما فكرش 2 مرات وما عرفش القيمه ديال هذا القرار المصيري اللي غياخذ، حيت الشيطان جا في اخيب وقيته في حياته اللي ما يقدرش يرد ليه الطالب وبكل سهوله غيقول ليه قابل. هو يقول ليه الا قابل غادي تشد طريق الشمال وتمشي فيها ديريكت، والا ما قابلش اختار شي طريق اخرى وما تعرفني ما نعرف. مشى الشيطان حتى ما بقاش يبان، وهنا بقى عنده الاختيار في الطرقه اللي عنده، وبلا ما يفكر بزاف شد طريق الشمال. غيغبر روبرت جونسون 6 ديال الشهور حتى بداو الناس كيحيدوه من بالهم. هو رجع في واحد الليله مشى ديريكت للبار اللي جراو عليه منه، ودخل هاد المره تايق في راسو كثر من القياس. وكيشافو مول البار قال ليه لاش راجع وجنح. قال ليه روبرت قبل ما تقول والو خليني نعزف هاد المره وانت حكم. قال ليه مول البار يلا طلع سمعني هاد البوشيت ديالك، والا بديتي كتخربق عاوتاني وخرج لي على البار راه غتشوف مني اللي عمرك شفتيه. جلس روبرت وبدا كيعزف ويغني، وكاع اللي كانوا في داك البار في داك الوقت كلشي حل فمو. اللي كان ناوي يخرج غا سمع داك الشيء ما قدرش مازال يخرج، واللي يلا دخل بقى واقف لدرجه ما بقاش عارف اش باغي يطلب، والسربايه نساو اش طالبين الكليان. ومول البار تبهر بداك الشيء اللي كيسمع، معزوفه سابقه للزمان ديالها، عمر شي حد تقدر يعزف في ديك الوقيته بهاد التقنيه، لدرجه الناس حسوا ان الشيطان هو اللي كيعزف ماشي روبرت. ملي سالا الاغنيه كلشي ناض كيصفق عليه، وتما حس روبرت اول مره بالقبول في حياته كامله، وخبارو بقات كتسارى في كاع الولايات ديال الميريكان، حتى اتصلوا به الشركات الموسيقيه وخرجوا ليه اشرطه ديالو وهو كيغني، وجبد بزاف الفلوس من هادشي. ولا فعلا مالك موسيقى البلوز في ديك الوقت، البنات كاملين معجبين به وموسيقته مطلوقه في انحاء العالم. وهنا فرح روبرت وقال اخيرا حققت داكشي اللي كنت باغي. وجميع الاغاني ديالو كيذكر فيهم هاد الحادثه اللي وقعت ليه، وديما كيذكر داك مفترق الطرق فين تلاقى بالشيطان شخصيا. وبعض المرات كان كيكتب اغاني ان الشيطان جا عنده للدار وكيتمشى معاه وتابعوا فين ما مشى. وغنخلي لكم كلمات وحده من بزاف ديال الاغاني اللي كيذكر فيهم روبرت العهد بينه وبين الشيطان. كان طاير بالفرحه ديك الساعه، الدنيا سهلت في عينيه، كاع البنات باغينو وكيعيطوا عليه في افخم المناسبات. ولكن كيف معظم المغنيين اللي كيديروا هذا الاتفاق مع الشيطان، كان روبرت اول واحد غينضم للكلوب 27. واللي ما عارف شنو كيعني هذا النادي، هو مجموعه من المغنيين في مختلف العصور اللي داروا اتفاق مع الشيطان وصرحوا بها على العالم، وكاملين كيموتوا في سن 27 عام، يعني كيعيشوا فقط سنين قليله في الاضواء من بعد كيموتوا في سن صغيره. لكن الموت ديال روبرت كان غامض. كان فاش وصل 27 الوالده ديالو غتلاحظ انه مريض وحاس بالاحباط، وفي واحد النهار غتلقاه مناعس في راسو وغيعيط ليها، غيقول لها حيدي من حدايا هذا الكيطار. مو غتعجب وغتقول اواه ياك هذا الكيطار هو صاحبك اللي عمرك تفرقتي معاه طول حياتك. شاف فيها وقال لها حيديه من حدايا، هذه اداه ديال الشيطان. كان ديك الساعه روبرت حس بالموت داخله، وكان اخر يوم في حياته شافوا فيه صحابه تيقولوا كان كيتمشى على يديه وركابه وبحال شي حد خانق وما كنشوفوش في واحد المشهد كيخلع. وفي ديك اللحظه غيموت روبرت وغتسالي المده ديال حياته في الدنيا باش تبدا عنده حياه اخرى لهيه الله بوحدو اللي عالم بها. ومن بعد الموت ديالو جاو نظريات يقولوا باللي مات مسموم من طرف واحد الراجل اللي كان كيغير منه حيت مراته كانت معجبه بروبرت وعرفها باللي كتهضر معاه، ولكن ما كاينش دلائل كياكدوا هذا البلان. هاد القصه رجعتني لواحد الحديث قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم،
وتيقول فيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. صدقت يا رسول الله. كانت هذه قصة واحد من بزاف ديال الأشخاص اللي كان طموحهم كبير وغراتهم الدنيا وباعوا روحهم للشيطان باش يوصلوا شي حوايج في الدنيا، في الاخر كيخليوها وكيتدفنوا تحت التراب. وإلا بغيتو ندير سلسله قصص على هاد الناس، خليو شي جيم وشي تعليق زوين بحالكم. وكان معكم خوكم بيكاسو من بيكاسو لايف، وتنتلاقاو في شي قصه اخرى ان شاء الله.